السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حياتك جود الفراحه وفي امان. جواريه بتقول لكم اعملوا لايك. جايه لكم النهارده بوصفه حلوه جدا، هي عشاق الكبار والاطفال. الحواوشي بتاعنا عاملينه بقى بتريكات حلوه جدا، والجبنه فيه بتمط حلوه قوي. عملناه بطريقتين، طريقه على البوتاجاز وبطريقه في الفرن. وعملنا معاه برضو حواوشي جبنه بالطماطم، طعمها حلو جدا، جربوها حلوه جدا. وده الحواوشي الموزاريلا، بصوا عاملين الموزاريلا عامله ازاي فيها. ده اللي احنا عملناه في الفرن، وده اللي احنا عملناه على البوتاجاز. وعملنا هنا خلطه حلوه جدا، مايونيز على مستردة على خيار على كاتشب، حلوه قوي الخلطه ديت. ومعانا الكاتشب بتاعنا اهوت والمخلل. ودي هتبقى اكلتنا النهارده مع شيبسي، حلوه جدا. حلو، جربوها هتعجبكم جدا. بقرمشته حلوه قوي، القرمشه بتاعته حلوه جدا اللي على البوتاجاز، بصوا. وعلى طعمها حلو جدا، طعمها حلو جدا، جربوها هتعجبكم. خلاص يا جور، هتعجبكم جدا، جربوها. كل تركاتي هتعجبكم جدا. اتمنى تكونوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نخش على الطريقه. بس قبل ما نخش على الطريقه عايزين نصلي على النبي دايما، وندعي لاخواننا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويقويهم. ويلا بينا على الطريقه. بحطها في الفريزر، بجهز يعني بجيب مثلا لحمه مفرومه قد كيلو في الشهر، وبعمله وبنوعه معايا كذا حاجه. فانا كنت مجهزاها في الفريزر بالشكل ديت، حاطه عليها خضره وطماطم وبصل وحاطه التوابل بتاعتها، وضايفه لهم برغل. فانا كنت عاملاها كاكله من كنوع من الاكل، بس مش ضايفه كتير برغل. انا بقى بعمل لكم الوجبه دي بعد كده، وهوريكم التفريزات اللي انا بفرزها في الفريزر عندي. المهم طلعت منه كيس كده حوالي نص كيلو، وزناه. هنحط عليه، بس انا حاطه فيه كل حاجه، بس انا هضيف له. باجي لما بطلعه واضيف عليه التوابل بتاعته، بضيف عليه واحده ماجي من اللي هي اللحمه ديت، اللي هي البقره ديت، بتديها طعم حلو جدا. بضيف عليها كيس على نص كيلو عامه. واضيف معاها معلقه من البابريكا، البابريكا المدخنه، ليها طعم حلو جدا. ومعلقه حلوه كده من البهارات الحواوشي بالشكل ديت. انا لما بخزنها مبقاش حاطه فيها توابل كتير. وعليها دوت الفلفل الاسمر مع التوابل بتاعتي. هروح مقلباها كويس جدا بالشكل ديت لحد ما التوابل كلها تندمج معاها، حلو قوي. التتبيله بتاعت الحواوشي دي حلوه جدا، رائعه. وعلى فكره حبه البرغل اللي حطاهم، يعني انا حاطه حوالي اقل يعني نص كوبايه برغل، ما تجيش 8 كيلو على ما اعتقد يعني. وكنت جايبه ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وضفت عليها الحاجات دي كلها، وفلفل احمر طبعا مع بصل مع خضره. هبوريها لكم برضه، بعمل لكم خلطه ليه وهوريها لكم. هخلطها كلها كده وهجيب العيش وهوريكم هنعمل ايه. اهو بعد ما عملناها وعجناها كويس جدا بعد التوابل بتاعتها، حطينا على الوش كده شويه من الزيت، وجبنا طبق معانا فيه شويه من الجبنه الموزاريلا، اي نوع انت بتفضليه، او جبنه شيدر او جبنه اللي هي المخلطه. لا انا جبت معايا موزاريلا فقط، مش اللي هي المشكله. وجبنا العيش فتحناه بالشكل ديت اهوت. جربوه بقى، هنعمله باحلى طريقه. ممكن عندكم طريقتين تعملوه بيه، يا اما تدهنوه زيت من بره وجوه وتحطوه في الفرن، يا اما تعملوه على النار. انا هعمل لكم الطريقه دي والطريقه دي، هوريكم هنا ايه، هحط لكم هنا في الفرن وهعمل لكم برده على الطاسه. في الحالتين بيبقى حواوشي رهيب. ممكن تحشي، بس عشان انا حاطه فيه كل حاجه، ممكن احشي جواه، احط فيه زيتون، احط فيه طماطم شرايح مع فلفل شرايح، عشان انا حاطه كل حاجه في التتبيله بتاعه الحواوشي. فانا هسيبها زي ما هي كده، واحط عليها بس جبنه موزاريلا بيديها طعم حلو جدا. هنفتح الحواوشي بالشكل ده كده، هنفتح الحواوشي بالشكل ده كده كده، واروح حاطه فيه اللحمه بالشكل ديت اهيت. تفردوه على قد ما تقدروا، كتروا على قد ما تقدروا، حطوا فيه اللحمه، تشبعوا. طبعا احنا لازم ندلع الاولاد، هندلع فيك، نحطهم كده بالشكل ديت بالشكل ده كده ايوه. هروح فاتحاه بالمنظر ديت اهوت. نمليه بقى، ما احنا هنعمله لعيالنا وفي اغلى من عيالنا، فنملاه. طبعا مش اللحسه اللي بنلحسها والله اعلم بيحطوا فيها ايه، واكترته بيبقى بصل. لا احنا حاطين لحمه لاولادنا، وفي نفس الوقت مشبعينه كل حاجه، مش هنحرم عيالنا من اي حاجه. وهنحط على وشه كده الجبنه الموزاريلا بالشكل ديت اهوت. امليه بقى، بيديله مطه حلوه جدا بالشكل ديت. املي بقى الرغيف،
واعملي كده اهوت وبتتك عليه كده. هنخلص كل الرغيفه بالشكل ديت وهوريكم. ديت الصاجه بتاعت الفرن. جبنا فيها، حطينا فيها زيت اللي عملناها كلها بالزيت كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده جبت فيها 3 رغيفه من الحواوشي اللي احنا عملناه اهوت بالشكل ديت. بصوا من جوه عامل ازاي، اللهم بارك ما شاء الله عليها. وجبنا هنا عملنا منها من رغيف عشان انا بحب الجبنه ديت، الجبنه اللي احنا عملناها معاكم وصورتها على الصفحه عندي. عملتها بالمنظر ده، حطيت فيها طماطم بتبقى طعمها حلو جدا جدا وهي مقرمشه. دي هنحطها في الفرن وهوريكم دلوقتي برده طريقه تانية للحواوشي واحنا بنعمله على البوتاجاز. الطريقه التانية هنجيب معانا طاسه دلوقتي او جريل اي حاجه على النار. هنحط فيها شويه من الزيت بالشكل ديت واروح دهناها كده. حاولوا ما تكتروش الزيت واسيبه لحد ما يسخن معايا على النار. واروح جايبه الرغيف بتاعنا كده اهو، حاطاه كده واقلب فيه يمين وشمال. يعني افضل اقلب فيه يمين وشمال لحد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه. الطريقتين احلى من بعض، ده وده احلى من بعضيهم، بس على البوتاجاز بتبقى اكتر سيكه، بتبقى يعني طريه سيكه عن الفرن. في ناس بيحبوه على الفرن وفي ناس بيحبوه على البوتاجاز. هعمل ده وده عشان اللي عايز كده واللي عايز كده ياكل. اديكم شايفين شكله. قلبتها اهوت على الوش التاني. هفضل اقلب فيها يمين وشمال. واهم حاجه من ده كله ان يتفك كده عشان اللحمه تستوي معاها. انا سايبه طبعا حاطه 4 رغيفه في الجريل بتاع الفرن اهو. بصوا اللون، اللهم بارك ما شاء الله على اللون بتاعها. بس احنا طبعا مش عايزين اللون بس، وطي على العين اهم حاجه عشان خاطر الطاسه او الجريل ما يتحرقش معاكي وفي نفس الوقت ما يحرقش العيش. وكل شويه ايديا فيه كده لحد ما ياخد من جميع الجوانب اللون الذهبي وفي نفس الوقت اللحمه تستوي معاها. هفضل اعمل كده يمين وشمال يمين وشمال اهوت. اللهم بارك ما شاء الله. بصوا شايفين الشكل وهوريكم الجمال من جوه. بصوا ماشيين شايفين المطه اهيت، اللهم بارك ما شاء الله. بس انا هتك عليها شويه وافضل اعمل كده اهم حاجه. بصوا شايفين الجبنه الموتزاريلا جميله جدا. الجبنه ديت هي جبنه الحمل، هي غنيه عن التعريف طبعا. هي والاطباء احلى 2 انا جربتهم بصراحه، حلوين جدا. افضل اعمل يمين وشمال كده لحد ما يوصل للون ديت كده، تحسوا ان هو استوى. واهم ده كله بقى ان تطلعوه على مصفى او على زي حاجه كده زي سلك عشان خاطر تتصفى منها وفي نفس الوقت ما يهبطش ويبقى طري قوي. لا احنا عايزينه يمسك نص درجه اهوت يمين وشمال بالشكل ديت اهوت. شايفين شكله عامل ازاي، اللهم بارك. واهوت بالشكل ديت. انا عايزه اوريكم بس من جوه عامل ازاي، اللهم بارك عليه ما شاء الله جدا. كده هي الرغيف ده بتاعنا خلص، اول رغيف اللهم صل على النبي. شايفين وشه ضاري عامل ازاي، اللهم بارك. وطبعا نصفيه كده من الزيت كويس جدا كده، وهنحطه زي هنا كده على المصفى زي كده عشان ياخد العين معانا، ياخد الزيت التحميصه معانا. هنروح حاطين الرغيف التاني بالشكل ديت. حطوا الزيت تاني لان الزيت بينزل منه. ما تنسوش ان اللحوم فيها ماده دهنيه برده مش غاليه. انا جايباها حمرا خالص بس انا حاطه عليها حته من اللي هي دهناها فيها بتبقى حلوه جدا، يعني مقطعاها فيها تديها طعم حلو جدا بالذات للحواوشي. هفضل اهم حاجه ايديا تيجي فيه كده بالذات اللي على النار بقى. انا مغطيه العين على فكره يا جماعه. خلي ايديكوا دايما كده يمين وشمال شمال ويمين عشان ما يتحرقش منكم ويتحروق. هفضل كده واضغط، يعني كل تقليبه اضغط الضغطه دي. ده الرغيف التاني اهو بالشكل ديت. هفضل يمين وشمال معايا برده كده. شايفين اللون، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله الله اكبر. دايما خلي الصلاه على النبي على بقكم والاستغفار دايما على بقكم عشان حياتكم تفضل في راحه وفي امان ويملى حياتكم البركه وتلاقي البركه في كل حاجه. انا ما شاء الله اللهم صل على النبي. النص كيلو لحمه عمل معايا 9 رغيفه حواوشي، اللهم بارك ما شاء الله بالحجم اللي انتوا شايفينه ديت. رغيف حلو جدا وفي نفس الوقت من ربع لحمه عملنا ما شاء الله كميه حلوه جدا. بس طبعا بعد الاضافات اللي انا ضفتها فزاد حوالي نص كيلو.
فما شاء الله عليها حلوه جدا ومشبعه، وفي نفس الوقت احسن من ما بتجيبيه من بره. الرغيف بيبقى مليان مفصل وما تعرفيش هو اتعمل ازاي، وفي نفس الوقت يعني ما تعرفيش هو ايه محطوط فيه، لامين ايه وحاطينه فيه، وفي نظافه. وانت مهتميه باولادك في كل حاجه لازم تبقي عينك على اولادك. اهم حاجه الضغطه ديت، شايفين الجبنه باظه منها بقى ازاي ما شاء الله، اللهم بارك عليها. شايفين انا وراكم من جوه بس عامله ازاي، بس اللهم بارك ما شاء الله. وريحته اقسم بالله ريحته روعه، جربوه هيعجبكم جدا جدا وهيعجب الاولاد، مش هيشتروا من بره حاجه تاني. هفضل اقلب يمين وشمال وهعمل كله كده بالشكل ده ووراكم. وهنا هو الحواوشي اللي في الفرن لسه ما شاء الله عليه، لسه شايفينه عاملين ينتفخ ازاي. لسه انا حاطاه في الرف اللي في النص وسايباه من دوب بيفيد مع بعض، لسه بدري شويه، لسه شويه عليه عقبال ما نخلص اللي هو على البوتاجاز نرجع له تاني. اقسم بالله ريحته قلب البيت وقلب الشارع، اللهم بارك. شكل الحواوشي اللهم بارك ده اللي في الفرن، هنقلبه كده بالشكل ديت يمين وشمال اهوت. ما شاء الله عليه على شكله، شايفين عاملين ايه ما شاء الله عليه. هسيبه يدي مع بعض شويه تاني عشان لسه الوشين لازم يتحمروا. وده شكل الحواوشي اللي احنا طلعناه من على البوتاجاز. جواريه بتقول لكم اعملوا لايك. هنطلعه بقى ما شاء الله كده اهوت بالشكل ديت، نروح مقطعينه كده اللهم بارك. حاضر يا جوري. ما شاء الله على شكله وعلى طعمه اهيت، جربوه والله هيعجبكم جدا وانضف بكتير وفي نفس الوقت موفر مش تاني. بصوا شايفين شكله عامل ازاي من جوه، شايفين. انا عايزه اقول لكم بس المنظر اللهم بارك عاملين ازاي، حلوه جدا. ما تستعصوش في اولادكم حاجه، بس عاملين ازاي الطعم ازاي، وفي نفس الوقت طري ومقرمش. شايفين قطعنا بالشكل ده كله، طعمه حلو جدا، جربوه هيعجبكم قوي. قول لهم يا جوري، قولوا اعملوا لايك. يا شواريك بتقول لكم اعملوا لايك. خدي يا جوري دوقيه. حلو يا جوري؟ اعملي كده، اعملهم هنا. قول لهم اعملوا لايك. وده هو اللي لسه مطلعينه حالا من الفرن اللي احنا عملناه في الفرن، هنقطعه برضو. ده اللي هو بالجبنه اللي انا عملته معاكم اللي انا قلت لكم عامله ليه. بسم الله ما شاء الله على الجبنه بالقوطه، طعمها تحفه، جربوها حلوه جدا جدا. اعملوا لايك. جواري عملت لكم اعملوا لايك، زهقت من كتر ما بتقول لكم اعملوا لايك. هنقطعهم بقى كده بالشكل ديت، الاتنين احلى من بعض على فكره، حلوين جدا. هنعملهم كده، هنقطعهم كلهم بالشكل ديت، حلوه جدا جربوها اهيت. بصوا طالعين برده من الفرن ما شاء الله عامله ازاي من جوه، محمصه وحلوه جدا. انا هوريكم بس الشكل بتاع القطاعه كده بتاعت البيتزا، حلوه جدا. شايفين السمك بتاعها حلو قوي. هنقطعها كلها بالشكل ديت. وبكده تبقى هي دي اكلتنا النهارده، حشوه لذيذه وفي نفس الوقت حلوه مش مكلفه برضو. ده الحواوشي اللي هو كان في الفرن، وده الحواوشي اللي على البوتاجاز، الاتنين احلى من بعض. ومعانا الكاتشب اهوت، ومعانا الصوص ده عملته صوص حلو جدا بالخيار، مايونيز على مستردة على معلقتين كاتشب، وقطعنا فيه خيار بالشكل ديت، حلو جدا جدا مع الحواوشي والسندوتشات. ومعانا مخلل والشيبسي. وتبقى دي عشوتنا النهارده، وبتقول لكم اعملوا لايك، ما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم، واتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.